ومن غير ما نروح مطاعم مخصوص علشان ناكل السمان المشوي، هنعمله في البيت بطريقه سهله مع الخضار المشوي من غير فرن. ومش هتصدقوا سهوله التسويه، تتبيله سهله بس نتيجه طعمها بجد فارقه، ومش هتاكلوا السمان المشوي من بره تاني. تعالوا نشوف عملناه ازاي. هو ده شكل السمان، بنشتريه من المكان اللي بنشتري منه الفراخ والحمام، نغسله كويس وضروري قوي نصفيه. اول حاجه اعملها ان انا اشيل العمود الفقري اللي ورا علشان تكون مفروده معانا، نضغط بايدينا على عظمه الصدر هيتفرد معانا بالشكل ده. ما تنسوش تشيلوا الزوايد اللي بتبقى في الجناح كده. خلاص السمان بتاعنا بقى جاهز. هحطه في صينيه واسعه عليه عصره ليمونه حلوه كده، وهركنه على جنب. واعمل احلى تتبيله ممكن تعملوها للسمان المشوي. ميه بصلايه كبيره، عصير ليمونه كبيره، معلقه من الصلصه، 3 معالق كبار من الخل. هستخدم معلقه من 7 بهارات من برافا، بتدي يا جماعه ريحه وطعم يجنن. مش توابل بس، لا دي كمان في تتبيلات مختلفه للفراخ واللحمه هتعجبكم جدا، وفعلا بتفرق قوي في طعم الفراخ واللحمه. خدت كمان ربع معلقه من الفلفل الاسمر وبابريكا اسباني قويه وريحتها حلوه قوي. فصين توم مفرومين، 4 معالق زيت، رشه ملح، وشويه من ورق الكزبره او البقدونس. ريحتها تجنن بجد. نزلت بالتتبيله على طول على السمان، وما تنسوش تسيبوا شويه علشان هنحتاجهم في التسويه. يا سلام بقى لو نسيبهم ليله في الثلاجه او مش اقل من 4 ساعات. قلبوا السمان في التتبيله كويس قوي، وكده هيخلي اللحم دايب ويستوي معايا سهل قوي. ده شكل السمان لما سبته في التتبيله 4 ساعات. لما بندوس عليه كده بيكون طري خالص، ده معناه ان الانسجه طريت، وكده هيساعدني ان هو يستوي بسهوله ويكون طري ودايب. التسويه ازاي؟ في جريل على النار، معلقتين 3 كده من الزيت على مكعب زبده عشان يديها طعم حلو. الحراره في الاول عاليه وبعد كده اقل من الوسط شويه. المهم ان انا احط السمان الاول كده على الوش عشان احافظ على شكل الجلد، ومش هقلب ابدا السمان الا لما احرك الطاسه الاقي بيتحرك معايا عادي. بعد كده اقدر اقلب. اول ما اقلب بقى هضيف الخضار اللي انا عاوزه اشويه. انا حطيت فلفل حار، حطيت كام فص ثوم، شرايح من الليمون، شيري توميتو او مكعبات طماطم. وبعد ما حطيت الخضار قعدت بقى اسقسق بالتتبيله علشان يستوي ويبقى دايب. اول ما اخد لون من كل ناحيه، شايفين الحلاوه والجمال. السمان الجاهز ما بيكونش بيه الحلاوه والنظافه واللون التحفه ده. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي وطريقه التسويه دي تنفع قوي للوراك المخليه وشرايح صدور المخليه، بجد طعمها يجنن. بحب اقدمه قوي مع رز ابيض، تقدروا تقدموه مع رز بسمتي، مع خضار المشوي، زي ما انتوا عاوزين. الخضار المشوي كان طعمه حلو قوي، وريحه التتبيله مع انها بسيطه جدا بس فرقت قوي في الطعم. مستوي ودايب، ومن غير ما نروح المطاعم المخصوص اللي بتعمل السمان المشوي.